سيدي سمو الأمير محمد بن سلمان، اسمح لي أنقل لسموك رأي الشعب السعودي في إعمار غزة. وقبل كل شيء وبعد كل شيء الأمر أمر سموك. رأي أحد المتابعين من السعودية بيقول خلاص ما عاد في شيكات بدون مقابل، نحن ندفع ونحن نبني وغيرنا يهدم. وبيقول إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ونحن لدغنا عشرات المرات. قادة حماس لديهم مليارات في الخارج يجب استغلالها في غزة، حيث انهم هم السبب في دمارها بالعنتريات. وفي رأي تاني بيقول من دمر غزة عليه اعمارها. وفي رأي بيقول ان لازم تبقى مساهمة الدول متساوية في موضوع اعمار غزة. ورأي بيقول عمرنا غزة 3 و4 مرات غير المساعدات بالمليارات وكلها راحت. واحد بيقول عمرنا ما قصرنا، ساعدنا جميع الدول لكن ما فيهم معروف. ورأي تاني بيقترح ان السعودية تدفع نفس المبالغ اللي هتدفعها كل دولة، غير كده الشعب السعودي أولى ولازم تتقفل الحنفية، وهذا ما نطالب به منذ مدة طويلة، ما احنا ناقصين شتيمة وسب. ورأي بيقول ليه ندفع لإعمار غزة. واحد بيقول تاني شرط السعودية لندفع مبالغ لبناء غزة أن تكون الشركات سعودية. وفي رأي بيقول غزة وغيرها يأكلون ويجحدون. ورأي بيقول يا رب ما ندفع شيء. وفي رأي كمان بيقول يسحبوا الأموال اللي عند قادة حماس وفي البنوك الأوروبية لإعمار غزة. وفي رأي تاني بيقول القيادة السعودية تعلمت من أخطائها السابقة، وزمن العطاء بدون حساب انتهى وأهل البلد أولى. ورأي تاني بيقول الشركات لازم تكون سعودية ومواد البناء من السعودية. والرأي التاني ده مهم جدا، بيقول أعتقد أن الشركات التي ستقوم بإعمار غزة هي شركات سعودية 100%، وذلك يكون بعد اعتراف الكيان المحتل بالدولة الفلسطينية في حدود سنة 67. رأي 10 على 10.